تخيل حياتك لو انت كنت واثق في نفسك 100%. ايه هيكون وضعك؟ كلنا اتولدنا واثقين في نفسنا من غير خوف ولا تردد. شوف الطفل الصغير، بيتولد ما بيعرفش اي حاجة، لكن بيتعلم المشي والكلام، وبيتعلم كل شيء بعدين، لان الثقة في الاصل جواه هو. افتكر، لو اول خبطة خدها، اول ما حاول ان هو يمشي وقعته وبعد كده قال انا مش قادر، من جواه ايه اللي هيحصل؟ لا عمره هيمشي، ولا عمره هيتكلم، ولا عمره هيتعلم. لكننا بنخلق جوانا ثقة فطرية، بس الوقت والمجتمع بيقللوا الثقة دي، وتعاملاتك وخوفك وترددك هو ده اللي بيخلي ثقتك تقل وتنزل مع الوقت، وبالتالي عقلك بيأكد لك إن أنت فعلا مش واثق في نفسك. والسر عشان تستعيدها هو إنك تكتشف من جواك إن أنت أصلا عندك ثقة فطرية، يعني تكتشف القوة اللي جواك، وإنك تواجه مخاوفك وتتقبل الفشل وتشتغل على نفسك تطورها وتحسنها. وما تخافش إنك تغلط، لأن أنت بشر عادي، بتصيب وبتخطئ. وافتكر إن الثقة أصلا أنت مولود بيها، بس أنت كنت ناسي. هتلاقي التفاصيل في الكابشن.